كلمة المارش اللي بتقولها لما تدور العربية أصلها كلمة ألمانية وليها علاقة بالجيش الألماني، فتعالوا نعرف أصل الحكاية إيه. المارش مش راضي يلقط. المارش ده مارش بنقولها لما تيجي تدور العربية وتقول المارش مش راضي يلقط. أصلها الألماني كلمة ده مارش ومعناها مسير أو انطلاق، والكلمة دي بنسمعها كتير في الميكانيكا لأن أصلها الألماني يعني تحرك أو انطلق زي مارش العسكرية، لأن المارش هو القطعة اللي بتخلي الموتور يبدأ يتحرك وينطلق، فالعرب خدوها وسموا بيها قطعة التشغيل في العربية. يعني كل ما بتدور عربيتك انت بتدي أمر عسكري ألماني للموتور انه يتحرك. تابع معانا عشان نعرف باقي الكلمات العامية أصلها ألماني، وما تنساش اللايك والاشتراك. سلام.